من الاخر لو انت عايز تتفرج على الفيلم ده من غير ما اكون بحرق لك اي حاجة في احداث القصة، انا مش هحرق حاجة بس هعرفك ان انت رايح تتفرج على فيلم للفيمينيست. ازيكم جميعا وعاملين ايه؟ النهاردة هنتكلم على فيلم جولدا اللي فجأة كده نتفليكس قررت تنزله في ميعاد قبل الاحتفال بتاع حرب اكتوبر بحوالي شهرين. طبعا في ناس كتيرة يعني كان اثارهم الفضول هم يتفرجوا على الفيلم ده وبيحكي ايه، وانا مش هحرق كتير من احداث الفيلم او مش حابب ان انا احرقها عامة، لان اللي حابب يتفرج على الفيلم يستمتع بيه. رغم ان انا بقول له يعني كنصيحة الفيلم في احداث كتيرة جدا ممل واخراج وحاجات كتيرة ممكن ما تعجبش اغلب الناس اللي بتتفرج او الناس اللي متعشمة ان هي تشوف جرعة تمثيل وفيلم قوي. لكن في نفس الوقت احنا كمصريين وعرب يعني حلو ان احنا نتفرج على الفيلم ده بغض النظر عن الحقائق التاريخية اللي فيه تعليقات كتيرة جدا. انا مش دوري ان انا اتكلم عليها اذا كانت دي اخطاء ولا لا، بس هي معروفة ان في حاجات كتيرة فيها مبالغات وفي حاجات كتيرة فيها اخطاء، بس في نفس الوقت في جزء كبير جدا منه حلو ان احنا نتفرج عليه كنوع من انواع رفع الروح المعنوية. يعني احنا كنا عاملين ايه في وقت من الاوقات. دي نقطة أولية خالص لازم نتكلم عليها إذا كنا بنلخص الفيلم ده. لكن نيجي بقى نخش لأحداث الفيلم نفسها اللي أنا عايز أعلق على كم ملحوظة فيها. الجزء الأولاني واللي كان دمه تقيل أوي في الفيلم إن هما كانوا موضحين لك إن هما كانوا عارفين كل حاجة من قبل ما تحصل. والجزء برضو اللي مثير للجدل شوية فكرة ان هما بيحددوا اسم الشخص اللي كان بيعرفهم المعلومات من الجانب المصري، واسم الشخص قايلينه كده صراحة اسمه مروان. وطبعا لو انت بمجرد بس ما سمعت اسم مروان هتعرف هو مين مروان. لكن هي الفكرة انت ليه بتذكر اسمه تحديدا؟ يعني حتى مش مديله اسم كودي او حاجة زي كده زي ما انت شغال على مدار الفيلم او على بداية الفيلم تحديدا وانت بتتكلم عن مروان كان في اسماء كودية. لكن انت ليه ما جيتش في الاسم ده حاولت تطمسه او تحاول تعبر عنه باي اسم؟ لكن انت كنت بتحدد الاسم ده تحديدا، معناه ان انت عايز توصل رسالة انت كنت واصل لفين ومين مصدرك. ودي معلومة برضو خطيرة جدا لما تحب تذكرها كده وتأكد عليها. من بعد الملحوظة دي هتبقى كل الملاحظات في ان الفيلم موجه للنسوية بشكل مباشر وشكل صريح. بمجرد ما انت تبقى عارف ان بطلة الفيلم هي واحدة ست وكانت بتقود الجماعة دي كلها، فانت كل ملاحظاتك تلقائيا هتتوجه ان انت بتنتقد الفيلم على كونه ان هو بيمجد في دور المرأة في هذا الوقت العصيب. يعني خلينا نقول ان هم حتى حاولوا يوضحوا انه كان ليها غلطات. يعني هي بداية الفيلم اصلا كانت بتتحاكم لاخطائها، وفي وسط الفيلم كان واضح ان في اخطاء كتيرة، وفي اخر الفيلم هي اعترفت باخطائها. بس انت وانت ماشي معاها في الحتت دي، طبعا اللي هي الحتت بتبقى صغيرة قوي على مدار الفيلم اللي هو مدته اكتر من ساعة ونص، بتتكلم على اخطاء لا تذكر لان في الاخر كان في نجاح. لكن حتى لما جت تقول الاخطاء كان في تحس كده ان هي شجاعة، اللي هو في رسالة عادي كلنا بنغلط وانت غلطي عادي جدا وما فيهاش حاجة، تحملي نتيجة غلطك وخليكي عندك الشجاعة انك تتحمليه. مع ان يعني اعترافها بالغلط على مدار الساعة ونص دول لا يتجاوز 10-20 ثانية يعني. ومن ناحية انك بتمجد بقى في دور المرأة بالتحديد، انت بتأثر على دور الرجالة المحيطين بيها علشان تبرز الدور النسوي بتاعها. احنا حتى لو احنا مختلفين مع الناس فخلينا نقول ان احنا من حسب دراستنا وحسب علمنا دايما في احترام حتى للاعداء، وده اللي اتعلمناه انك لازم تحترم العدو وتعترف هو كان واصل لفين. ففي شخصيات تاريخية، واعذروني ان انا مش عايز اذكر اسماء، اللي هيشوف الفيلم هيعرف الشخصيات اللي انا اقصدها، بس هي واضحة مباشرة باسمها. بس الشخصيات دي اتعرفت ان الشخصيات دي كان ليها دور في الحرب بشكل واضح. لكن انت النهاردة بتوضح ان الناس دي كانت مهزوزة، كانت بتطلع على التلفزيون بتتراش، كانت في الاجتماعات المغلقة كانت بمنتهى السذاجة.
حتى الشخص اللي معترف بيه في الفيلم ان هو كان ليه دور ان هو يحول الضفة ناحيتك ويحولك من خسران لمنتصر، اظهرته بشكل يعني دليل شوية، ان هو يعني شخص جشع شوية، ما قدرش يمشي غير لما ياخد حتة الكيك. وحتى هي كان ليها نظرة مستقبلية في تاريخه، ان هي توقعت نهايته هتبقى عاملة ازاي. فيعني حتى انت لما بتيجي تظهر شخص راجل بشخص ان ده كان ليه دور، بتظهر قدامه دور اكبر ليها هي كامرأة. وبما انك بتتكلم عليها كامرأة، فبتتكلم بقى على الجانب الانساني ليها، بما انها ست ومشاعرها وكده، ورغم كل حاجة فلازم تتكلم على مشاعرها، لازم تتكلم على ان هي كان كل اللي يهمها ان عدد الضحايا كانوا قد ايه، وان هي تسجلهم. والنقطة دي مهمة جدا بالنسبة لها، يعني وسط ما في مشاكل، بس النقطة دي لازم تتكتب في مذكرتها الخاصة، رغم ان هي ما بتكتبش حاجات اهم. ضيف عليه دور المساعدة بتاعتها. المساعدة بتاعتها دي اللي هي واحدة واقفة في ظهرها وزي الجندي المجهول بالنسبة لها، لدرجة ان هي بنظرة واحدة ممكن تطلع كل المسؤولين وكبار القادة وكده، تطلعهم بنظرة واحدة ده بره الأوضة. لكن لما يبقى فيه رغبة في إخراج الست دي، لا ما بتخرجهاش غير لما هي تشوف ان ده الوقت مناسب، عشان ما تجرحش شعورها، او يمكن هي شايفة ان دورها او تأثيرها اقوى واعلى من الرجالة دول اللي هم القوات بتوع جيشها. واهم حاجة مسؤوليتها في تحقيق الهدف، تحقيق السلام، تحقيق ان ما كانش في حد بيقدر يجبرها على حاجة. حتى في اخر لقطة وهي خلاص يعني على سرير الموت زي ما بيقول، مفيش حد قادر يجبرها على حاجة، وسجايرها معاها. اصل السجاير دي في نفس الوقت اللي هو ايه، في الفيلم هنا رسالتها ان مفيش حد بيقدر يجبرها على حاجة. حتى وهي بتتعالج كانت بتشرب السجاير، حتى وهي بتموت بتشرب سجاير، ومحدش يقدر يقول لها تعمل ايه وما تعملش ايه. فهو ده اللي الفيلم عايز يوصله لك للاخر، عايز يوصله للبنات اللي بتتفرج على الفيلم ده. حتى لما جينا نتكلم على لحظة انكسار او لحظة هزيمة بالنسبة للستات مثلا في الفيلم، هتلاقي دورين. دور الست اللي فقدت حد عزيز عليها في الحرب، رغم ان هي عرفت وكل حاجة وعارفة، لكن هي بتستمر في الشغل وبتشتغل بجدية ومش عايزة حد حتى يواسيها، وقاعدة تشتغل. ورغم كده يعني كانت شعورها في نفسها، ويعني على قد ايه هي قوية ومتماسكة. طب هي قوية ومتماسكة على طول وانت عايزني كده اقتنع؟ لا، انت عمرك ما هتقتنع بالمنظر ده. فجاب من ناحية تانية ان هي انهارت، بس لما انهارت ما جابش الكاميرا عليها، جاب الكاميرا على وش حد تاني علشان ما يظهرلكش لحظة الانهيار بتاعتها، مع ان انت وانت سامع المشهد شايف ان هي انهارت، لكن ما يصورهاش. وده الهدف بقى من الفيلم كله، يعني دي كل القصة اللي انا عايز اوصلها. في الاخر طبعا هو كان فيه رسائل كتيرة وفي حاجات كتيرة وعايز يوصلها، بس الحاجات المنتقدة في الفيلم فكرة ان هي كل مرة كانت بتروح تتعالج لازم تعدي على المشرحة اللي هي بتعدي عليها دي، وبيوضح لك عدد الاموات، بيصور لك ان العدو اللي هو احنا المفروض كان حد عدواني قوي، والعادات بتتزايد بسببنا او حاجة زي كده. ودي نقطة يعني ايه، يعني جدلية شوية، يعني عشان احنا هنفضل نبررها بتعليقات اكتر. لان انت عشان تظهر حجم انتصار لازم تظهر حجم العدو كان قد ايه. فعلى قد ما هم كانوا عايزين يظهروا حجم انتصارهم او قيادتها اللي وصلت للانتصار ده، غصب عنهم قعدوا يفخموا في دور مصر. خلينا نقول ان لولا اعتراف مصر بيهم ما كانش هيبقى فيه الفخر ده والاحتفال وكل الكلام ده. فدي النقط الإيجابية اللي لو واحد مثلا عايز يتفرج على الفيلم يركز على النقط دي ويستمتع بيه. لكن أنا قلت رأيي في الفيلم يعني، وأتمنى أسمع آرائكم وتعليقاتكم في الكومنتات ونتناقش فيها مع بعض. لو الفيديو عجبك ما تنساش تعمل شير عشان الناس كلها تستفيد من المعلومات دي، وفي نفس الوقت تعمل لنا سبسكرايب وتتابعنا على الفيسبوك والتيك توك والانستجرام عشان تبقى أول واحد يتابع الحلقات الجاية. شكرا.